اسمي فرح، عندي 25 سنة. هحكي لكم حكايتي اللي كرهتني في اسمي وكرهتني في أي أفراح. أنا بنت العائلة متوسطة ماديا، ليا أخت غيري وأخين ولاد، وأنا الكبيرة في إخواتي. بداية حكايتي بدأت من وأنا عندي 17 سنة، لما جه ابن عمته وصرح لي بحبه ليا. ابن عمتي كان أكبر مني ب4 سنين، كان في آخر سنة جامعة وانا في اخر سنه ثانويه عامه. لما جه وصرح لي بحبه ليا كنت لسه صغيره ومش فاهمه اي حاجه، ولما سمعت منه الكلام ده مش قادره اوصف لكم كميه المشاعر اللي حسيت بيها، لان حرفيا كانت اول مره شاب يجي ويقول لي كده. فضلنا نتكلم ونتقابل فتره، وبعد كده حسيت فعلا اني بحبه بجد، وصرحت له بحبي ليه. فرح جدا، وبعدها وعدني انه اول ما يتخرج هيجي ويتقدم لي ونتجوز. بعد كده عدت فترة واحنا بنتكلم ونتقابل، كنا بنحلم باليوم اللي هنتجوز فيه، لحد ما فعلا اتخرج وتوظف في مكان كويس جدا. عزمني بعدها في مكان شيك علشان نحتفل انا وهو بوظيفته الجديدة. وفي اليوم ده قال لي انه هيقول لمامته على حبه ليا، وانه عايز يتقدم لي. انا فرحت جدا بالخبر ده، بس في نفس الوقت خفت جدا، لان عمتي شخصية جديدة وقوية شوية في تعاملها مع الناس، ده غير انها ما بتحبش ماما خالص، وشايفاها سرقت بابا منهم وهي كمان سبب في وفاته. في اليوم ده راح ابن عمتي علشان يصارح مامته، وقبل ما يفتح معاها اي كلام لقاها بتقول انها جايبه له عروسه، وفضلت تشرح له عن جمالها وقد ايه هي بنت ناس ومحترمه ومن عيله كبيره. اتوتر سمير وما كانش عارف يقول لها ايه، وسالها وهو متوتر مين بقى العروسه دي. قالت له عمتي انها بنت الاستاذ حسين صاحب العماره اللي ساكنين فيها. وفضلت تقول له هتلاقي زيها فين، دي مال وجمال. رد عليها سمير بخوف وقال لها انه مش موافق، وان في واحده تانية في دماغه عايز يتجوزها. ردت عليه عمتي بغضب وقالت له مين دي بقى ان شاء الله. قال لها سمير بخوف وتوتر دي تبقى فرح بنت خالي. وقال لها بصراحه بقى يا ماما انا بحب فرح من زمان وعايزه اتقدم لها، وما افتكرش ان ممكن اتجوز واحده غيرها. ردت عليه عمتي وقالت انت بتقول ايه، ده لا يمكن يحصل ابدا وانا على وش الدنيا. عايز تتجوز فرح بنت العقربه اللي خطفت خالك وكانت سبب في موته، وعايزه تخطفك انت كمان مني، ده مستحيل يحصل ابدا. انا بقى هعرف اوقفهم عند حدهم كويس. وهمست بينها وبين نفسها وقالت ماشي يا فرح انتي وامك، اصبروا عليا انا هعرف اتعامل معاكم كويس. في اليوم ده لقيت باب شقتنا بيخبط بشده، اتخضينا كلنا وقامت ماما تفتح الباب وهي عماله تقول يا ساتر يا رب ايه اللي حصل، مين اللي بيخبط بالشكل ده. فتحت ماما الباب وهي مخضوض، بنبص لقيناها عمتي وعلى وشها غضب شديد. ماما بصراحة خافت لانها فعلا بتخاف من عمتي، لقيتنا عمتي زي ما قلت لكم شخصيتها شديدة وما بتحبش ماما. دخلت عمتي من الباب وماما قالت لها وهي مرتبكة وخايفة منها اهلا اهلا يا حبيبتي اتفضلي نورتينا، اهلا اهلا وسهلا. ردت عليها عمتي بغضب وقالت لها لا اهلا ولا سهلا، بصي بقى انتي تبعدي بنتك وتلميها عن ابني خالص لحسن مش هيحصل. طيب انا بقول لك اهو. ماما في الوقت ده اتضايقت جدا من كلام عمتي وانفعلت عليها وقالت لها انتي بتقولي ايه، انت شكلك اتجننتي، بنتي مين اللي بعدها عن ابنك، انت ودانك سامعه اللي بتقوله ده. ردت عليها عمتي وقالت لها ايوه ايوه اعملي عليا بقى شويتين بتوعك دول. على العموم انا جبتلك اللي عندي وحذرتك بالذوق، لمي بنتك وابعديها عن ابني احسن لك. طبعا مش قادره اقول لكم ايه اللي حصل بعد كده. في اليوم ده كنتش مصدقه ان عمتي تعمل كده معايا انا بنت اخوها. شتمتني انا وماما وفرجت علينا العمارة كلها، ومش بس كده دي راحت كدبت وقالت لسمير اننا طردناها وشتمناها ومدينا ايدينا عليها كمان انا وامي. اني قلت لها ان سمير بقى زي الخاتم في صباعي، وان هاخده منك يعني هاخده منك، ولما اتجوزه مش هتشوفي وشه تاني، ولا اني هرضى ادخلها بيتي. طبعا هي كدبت وقالت كل ده علشان تخلي سمير يكرهني. انا في اليوم ده ما قدرتش استحمل اللي حصل ليا انا وامي، بعد ما كرامتي انا وامي اتهانت بالشكل ده. ده غير اللي عملته معايا ماما وصدمتها فيا. قالت لي مش لاقيه الا سمير ابن عمتك اللي ما بتطقناش ولا تحبنا، عارفه لو كلمتيه تاني او اتعاملتي معاه باي شكل من الاشكال تاني انت لا بنتي ولا انا اعرفك. وحلفت برحمه بابا ان مستحيل تتعامل هي مع عمتي تاني او تدخلنا بيتنا، وان خلاص علاقتنا معاها انتهت لحد هنا. في اليوم ده علشان اراضي ماما عملت حاجه ما كنتش متخيله عمري ان ممكن اعملها. اتصلت بسمير وقلت له اسفه مش هقدر اني اكمل في طريقنا، وربنا يوفقك مع واحده تانية غيري. في الوقت ده مامته قالت له ما تصدقهاش، دي تلاقيها عاملاها عليك علشان تخليك ما تصدقش اللي عملته معايا هي وامها، لانها
عارفة انك مدلوق عليها، وانك حتى لما تقولك كده برضو هتجري وراها وترجع لها. بعد كده عدى شهر، لقيت سمير عمال يرن عليا، مرضتش ارد في الاول، ولما لقيته مصر وبيتصل كتير رديت عليه. لقيته عمال يقولي ان مش هيقدر يعيش من غيري، وانه حاول طول الفترة اللي فاتت بس معرفش، وانه لازم نرجع وما نيأسش ونحاول تاني. وعدنا ان هيخلي مامته توافق باي شكل، وهي بنفسها اللي هتيجي وتخطبني. وفعلا عدى بعد كده اسبوع، ولقينا عمتي داخله علينا، اسلوبها في الكلام متغير خالص. اول ما دخلت فضلت تعتذر لماما وقد ايه هي اسفه على اللي حصل منها، انها راجعت نفسها وحست انها غلطانه، وان فرح بنتها، وانها مش هتلاقي عروسه احسن مني لسمير لو لفت الدنيا كلها. ردت عليها مامتي وقالت لها بعد كل اللي عملتيه جايه كده بكل بساطه تقولي ما كانش قصدي؟ امال لو كان قصدك كنت عملتي فينا ايه؟ وعلى العموم انا ما عنديش بنات للجواز. فضلت عمتي تلف وتدور على ماما وتعتذر لها وتوعدها ان اللي حصل ده عمره ما هيتكرر تاني، وقد ايه انها اسفه وندمانه وزعلانه من نفسها على اللي عملته. وكمان بعد شويه لقينا سمير جه وفضل يعتذر لماما ويوعدها انه هيخليني اسعد انسانه في الدنيا، وقد ايه هو بيحبني وان حياتنا هتبقى سعيده. وحلف لها هو وعمتي برحمه بابا انها توافق وما توقفش سعادتنا بايديها. وفي الاخر ماما وافقت وسكتت، علشان حست ان سمير فعلا صادق في كلامه، وانه فعلا بيحبني، وحست ان انا كمان بحبه. بعد كده تمت الخطبه، وبدات ان اجهز في شقتي انا وسمير. بصراحه في الفتره دي انا كنت مستغربه التحول الغريب اللي حصل لعمتي، لانها فعلا اتحولت 180 درجة، لدرجة اني بدأت احس اننا فعلا كنا ظالمينها، وانها فعلا انسانة كويسة، وكانت كل حاجة اعوزها او اشاور عليها تجيبها على طول. ولا مرة قالت لي لا ده غالي ولا ناخد اللي ارخص من كده. ده غير تعاملها مع ماما، كانت ماما مستغربة جدا وتقول معقولة هي دي نفس الشخص؟ سبحان الله، ازاي التغيير المفاجئ ده؟ كانت ماما تقول لي انا خايفة من عمتك، اللي بتعمله معانا ده مش بالعادة، تغيرها المفاجئ في تعاملها معانا ده مش مطمني. كنت ارد عليها واقول لها ما يمكن تكون حست بالذنب وقررت تبدأ معانا صفحة جديدة، خلينا نحسن الظن احسن. كانت ترد عليا ماما وتقول لي يا رب يطلع زي ما بتقولي فعلا، لان انا من جوايا مش مطمنة، وربنا يستر. الفترة دي كانت أحسن فترة في حياتي فعلا. كانت عمتي بتعمل لي كل اللي أنا عايزاه، كانت تخلي سمير يعمل لي كل اللي أنا عايزاه برضه، حتى لو هو معترض على حاجة أنا عايزاها كانت تخليه يوافق. خلصنا تجهيز الشقة وحجزنا الفستان والأوتيل اللي هنعمل فيه الفرح، وكمان الميك اب، وطبعنا كروت الدعوة وعزمنا كل قرايبنا وحبايبنا وأصحابنا. وكنت منتظرة اليوم ده بفارغ الصبر، كنت مبسوطة قوي، مش قادرة أوصف لكم قد إيه كنت فرحانة ومبسوطة. وجه يوم حنتي اللي هو كان قبل فرحنا بيوم، لقيت سمير بيريت وبيقول لي اللي كنت في حياتي ما توقعهوش ولا اتخيل انه يحصل، بمعنى اصح كانت صدمة عمري. قال لي بالنص انه مش هينفع يتجوزني. رديت عليه وانا بضحك قلت له انت بتهزر صح؟ قال لي لا انا ما بهزرش، انا فعلا مستحيل اتجوزك. قال لي كمان انه عمل كل ده علشان اللي عملناه مع امه كان لازم ندفع ثمنه انا وامي. وقال لي كل الكلام اللي عمتي كتبت وقالته له. رديت عليه وقلت له الكلام ده ما حصلش، عمتي بتكذب عليك. طبعا كل ده وانا منهارة من العياط من الكلام اللي بسمعه. رد عليا وقال لي اني انا اللي بكذب، وانه مستحيل مامتي تكذب عليه، وان كل الكلام اللي هي قالته هو فعلا حصل مني انا وامي. الغريب في كل الكلام ده ان اللي كان بيكلمني كانه واحد تاني، مش الشخص اللي انا اعرفه وحبيته. اتحول 180 درجة. فعلا ان دي خطة اتفق عليها وهو وعمتي علشان ياخدوا حقها منا بعد اللي عملناه معاها، اللي هو طبعا الكلام الكذب اللي قالته له. بس الحقيقة الاكبر ان هي عملت كل ده علشان تبعده عني، ومش بس كده لا، علشان كمان تخلي سمير يسيبني وهو مفيش جواه اي ندم، علشان ما يفكرش فيا تاني في يوم من الايام. وفعلا سابني قبل فرحي بيوم ونفذ كلام امه. ما كنتش مصدقه ان حب سمير ليا ممكن يتحول بالشكل ده، وان الانسان اللي حبيته ووثقت فيه ممكن يعمل معايا كده ويأذيني. كانت فتره صعبه جدا عليا انا وامي، ما كنتش قادره اتخطى كل اللي حصل. كانت خبطه قويه صعب ان اقوم منها، ومع مرور الوقت بدات اتحسن وافوق، وبدات اقول الحمد لله ان ربنا نجاني منه. وحسيت اني لازم اقوم وارجع اقوى من الاول، واثبت له هو وعمتي ان كل اللي عملوه ده
ده ما هزنيش ولا ما هم كانوا مفكرين. حمدت ربنا على كل اللي حصل معايا، وانه كشفولي قبل ما اتجوز واعيش معاه. رجعت كملت دراستي ونجحت واتخرجت من الجامعة وبدأت مشروعي الخاص، والحمد لله ربنا وفقني وعوضني في شغلي. اما عمتي وابنها فانا متأكدة ان ربنا هياخد لي حقي منهم في يوم من الايام، ولحد ما يجي اليوم ده لازم اكون مستعدة ليه علشان اوريهم قد ايه انا بقيت قوية، وان ضربتهم ليا ما وجعتنيش ما هم مفكرين. بالعكس دي كانت السبب في قوتي، وان الايام دوارة، يوم ليك ويوم عليك، وربنا ما بيسيبش حق مظلوم.